اهلا بيكم في الفيديو الاول من كورس اعداد الممثل. انا معاكم فريد عاطف، ممثل مسرحي. تقدر تقول سابقا يعني لان انا متوقف حاليا عن التمثيل المسرحي، ولكن دربت في ورشة تمثيل قبل كده، والنهارده حابب ادي لكم الكورس ده بشكل مجاني، لانه طبعا كورس تقدر تقول عليه منقوص شوية، لان هو طبعا التمثيل عملي مش نظري. بس انا هديك الجزء النظري بالمجان. وليه؟ لان عايز يكون في طبعا ود ما بيني وما بين المشاهد، ومش اللي هو ايه هات فلوس. يعني طب من اول الكلام هات فلوس؟ لا، انا عايز نفهم اصلا انت تعرف تمثل ولا ما بتعرفش تمثل ولا ايه. فاهم الفكره؟ الكورس ده هقدمه على كام فيديو انا لسه لحد دلوقتي مش عارف، لان انا لسه بنسقه، ولكن ده اول فيديو فيه. ممكن يكون 10 فيديوهات 9 فيديوهات في الرينج ده، يعني مش اكتر ومش اقل. الكورس ده هتتعلم منه ايه؟ هو هتعرف منه ايه؟ رقم واحد، هتعرف منه انت اصلا تنفع في الشغلانه دي ولا انت مالكش فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، هتعرف ايه اللي بيدور بقى التحضير ومش عارف ايه لحد ما تاخد دور في مسرحيه او فيلم او في مسلسل. الله اعلم بقى انت هتبدا طريقك ازاي، او حتى لو هتعمل فيديو تمثيلي على السوشيال ميديا انا هقول لك ايه المفروض ان انت تحضره، وايه اللي عليك وايه اللي ليك، علشان تبقى فاهم كل حاجه. نبدأ بقى في رقم واحد، ألا وهي فكرة هو أنا أنفع أمثل أصلا؟ فاهم الفكرة؟ ناس كتير جدا بيكون عندها إحساس في دماغها إن أنا ممكن أكون ممثل حلو، أو أنا ممثل حلو أصلا. فاهم الفكرة؟ وفي الغالب ده بيكونوا شباب، يعني الأغلبية بتكون شباب، وهم دول اللي أنا مستهدفهم في الكورس ده، علشان ما يكونش فيه الشغل بقى بتاع إيه اللي هو لا والله عايز بس الفلوس. لا، أنا جاي أجيبها لك من الآخر يا باشا وبالمجان. هل أنت ينفع تمثل؟ بص، الممثل موضوع بسيط جدا. انت كونك بتعرف تتكلم، وكونك شكلك عادي، وكونك انسان طبيعي ما عندكش اي اعاقات، اذا انت تقدر تمثل. لو انت بتحب طبعا هذا الموضوع ملوش اي علاقه بان انت لازم تكون وسيم، او ان انت لازم تكون مش عارف ايه، او لا لا، واحد بيتكلم عادي خالص بيحب التمثيل، لو دخل خد ورشه مسرحيه ومثل مسرح مش عارف ايه هيمثل. يعني الموضوع مش كيمياء. فاهم الفكره؟ طب التمثيل بقى، السؤال اللي هيجي في دماغ الناس كلها، موهبة ولا دراسة؟ لا، انا هقول لك على الاساس بتاع التمثيل، الا وهي الموهبة. يعني هي في ناس كده بتنزل من بطن امه ما شاء الله، متكلم بقى وبيعرف يكذب وبيعرف يدي مشاعر وبيعرف يعمل كل حاجة. في ناس فعلا كده. زي مين؟ زي عادل امام. يعني ده واحد خريج كلية زراعة، يعني انت فاهم الفكرة، فدي بتحصل عادي. وفي ناس تاني لا، هو مش موهوب، هو عايز يتمرن. فاهم الفكرة؟ طيب ازاي بقى اعرف انا ده ولا ده ولا ده؟ موضوع بسيط جدا. بص يا باشا، انت عندك منصه زي تيك توك، وكل المنصات طبعا على السوشيال ميديا، بس تيك توك اكثرهم في الموضوع ده شغالين عليه. وعندك قصور الثقافه، وعندك مسارح الجامعه، وعندك المسارح المستقله. ممكن تلاقي شويه شباب كده قاعدين على قهوه عاملين فرقه مسرحيه وبيمثلوا. كل ده جرب فيه. فاهم الفكره؟ يعني انت دلوقتي لما تخش مثلا مسرح الجامعه، تمام، وتلاقي مخرج بقى وتلاقي مش عارف ايه والكلام ده، اقول لهم والله انا عايز امثل وانا اول مره، ويعني ايه جربوني. فاهم؟ طب لو طلعت وحش، طب ما تطلع وحش يعني مش مشكلة، على الأقل تبقى فهمت أنت إن أنت وحش، خلاص أنت ما تنفعش في الشغلانة دي. بس اوعى تحط في دماغك الوهم بتاع أنا ممثل جامد. أنا أنت عارف، بس لولا إن أبويا مش كريم عبد العزيز كان زمان أنا في حتة تانية. لا أنا عايزك تجرب نفسك، شوف أنت تنفع ولا ما تنفعش. لأن في ناس كتير جدا بتكون ما تنفعش بس هو مقتنع إن هو ينفع، وفي ناس كتير جدا بتكون بتنفع جدا بس هو مكسوف مثلا. يعني فاهم؟ لازم تكسر الكسوف بتاعك ومثل. طب أخش المعهد. عايز تخش المعهد خش، عايز تمثل على تيك توك مثل، عايز تقدم في برنامج مسابقات ومواهب اعمل اللي تعمله. التمثيل ملوش طريقه. يعني فاهم الفكره؟ بغض النظر عن كلام نقيب الممثلين اللي ملوش لازمه ده، اللي هو بتاع انت لازم تخش المعهد لا لا لا. يعني التمثيل واحد عنده 50 سنه وطلبت معاه يمثل مش لازم يخش المعهد. يعني هو عايز الراجل يمثل يروح يمثل يا عم. فاهم الفكره؟ فهي ملهاش طريقه معينه، بس اللي في وشك اعمله. يعني انت مثلا في محافظه كذا، خش قصر الثقافه بتاع المحافظه بتاعتك دي. طب انت والله انا في قريه بقى وده مشوار يا عم، مثل انت والشباب بتوع القريه بتاعتك. يعني انت فاهم؟ مفيش طريقه بقى اللي هو ايه هتعمل كده فهتبقى ممثل. صفر 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 يعني. وياما كتير ما شاء الله، يعني خريجين وجايبين امتيازات ومش لاقيين يشتغلوا. انت فاهم الفكره؟ هي الموضوع كله اصلا تسويق. هما ليه بيختاروا واحد زي كرم جابر، ولا واحد زي فليكس، ولا واحد زي مش عارف مين يجيبوه في مسلسلات رمضان؟ مشهور. مشهور وليه اصحابه وواسطه ومش عارف ايه ويلا. يعني فاهم الفكره؟ فالموضوع مش دراسه بس، يستحسن انك تدرس. يستحسن انك تدرس فين؟ والله انا واحد من الناس بشوف ان معهد فنون مسرحيه اوفر. يعني فكره ان 4 سنين بتعلم، لا، هي 6 7 8 سنة يا عم، سنة.
يعني انت فاهم، مش هقول لك 7 6 شهور، لا سنه حلوه جدا، فاهم انت. وبعدين هي اصلا مش بالدراسه، يعني انت كل ما تمثل اكتر ده احسن مليون مره من ان انت تذاكر. فاهم الفكره؟ انت تشتغل عملي احسن تشتغل نظري. يعني تخيل كده اي شغلانه عمليه، مثلا واحد مزارع، تخيل المزارع ده ما يشرح لك نظري بقى، بيقول لك ان انت المفروض ترمي البذره وتعمل مش عارف ايه وتعمل مش عارف. لا ده حاجه، والعملي حاجه تانية. العملي بقى لما تنزل الارض بقى وتحرت ده كلام تاني خالص، وهتحبه جدا، وهتلاقي ان الموضوع ايه، لطيف. طيب ابدا منين؟ هل ابدا على السوشيال ميديا افضل ولا ابدا مسرح افضل؟ بالنسبه لي يا باشا، اللي انا شايفه يعني ان انت تبدا مسرح. طب ليه تبدا مسرح؟ يعني ايه اللي في المسرح يعني؟ بص يا باشا، المسرح ما فيهوش مجاملات، فاهم انت، وما فيهوش اغبياء. يعني نادرا ما تلاقي اغبياء في المسرح، تمام. المسرح ثقافه. انت يا باشا بتخش مثلا كسر الثقافه، او المكان اللي انت رايح تمثل فيه، المسرح زي مسرح الجامعه وغيره، يا باشا بتجرب انت كويس، ادولك دور تمام مش عارف ايه، يلا بينا. لما بتبدا مسرح بقى، انت قلبك ده بيكون جامد جدا، لان انت لما بتقف كده وتشوف قدامك مثلا 200 300 واحد قاعدين قصادك، فاهم الفكره، وانت كنت بتقول بقى ان انت مثلا ممثل كوميدي، شايف نفسك كوميدي، لما تلاقي ال 200 300 دول قاعدين عاملين لك كده ويلا ضحكنا يا حماده، انت هتلاقي قلبك ده هيجي لك سكته قلبيه من الخوف، فبتدوس على نفسك وبتمثل وبتعمل اداء. ده افضل بكتير جدا من السوشيال ميديا. لان السوشيال ميديا انت يا باشا معاك صحابك، وده بيصور وده بيعمل وده بيسوي والكلام ده وبتعديها. لكن في المسرح ده جمهور بجد، فاهم الفكره، وناس مركزه معاك بجد، ولو قلت افيه ما ضحكش هو مش هيضحك، هو مش هيجاملك، هو مش هيسقف لك. فكل حاجه بتاخدها في لحظتها، بدون مجامله بدون اي حاجه. على عكس السوشيال ميديا، انت ممكن تعمل فيديو حماده ابن طنط فكيها بقى ومش عارف مين ومش عارف مين يخش يقول لك عظيم وعالمي والكلام اللي طبعا التعبان ده، او هتلاقي عيال صغيره يقول لك ده انت فنان عظيم جدا. لا، في المسرح يا باشا ناس مثقفين، ولو انت ممثل بجد هيحبوك في المسرح، فاهم الفكره. طب انا اعمل حاجه مش عايز امثل مسرح، لا انا عايز اخش السينما بقى، انا ما بحبش المسرح، فاهم الفكره. انا واحد من الناس على فكره مش من محبين المسرح قوي. يا باشا مكاتب كاستنج، خش مكاتب الكاستنج وربنا يكرمك. وزي ما قلت لك السوشيال ميديا كمان موجوده، لكن هل قاعده؟ ما فيش قاعده. يعني انت عندك اهم 2 ممثلين حاليا في 2025 ما لهمش اي علاقه بالمسرح، احمد عز وكريم عبد العزيز. ده واحد كان موديل وده واحد مخرج، ما لهمش علاقه يا باشا بفن المسرح، ولكن هم الافضل حاليا. ليه؟ لان ده ذكاء اجتماعي يعني، وموهبه وفن وكل حاجه. فهي برضو المسرح مش قاعده، بس المسرح زي ما بقول لك تجربه جامده جدا. طيب هل الموضوع بقى محتاج فلوس ولا بيجيب فلوس ولا ايه يعني الفلوس ايه اللي موقعها من الاعراب في المسرح وفي التمثيل وكده؟ بص احب اقول لك ان انت في البدايه في التمثيل انت مش هتكسب بربع جنيه مخروم. يعني عارف عارف الربع جنيه المخروم اللي هو اصلا اتلغى؟ انت ده مش هتكسبه، فاهم الفكره. انت هتصرف بس، هتصرف بالمعنى الحرفي لحد ما تخلص كل فلوسك. فانت يا اما معاك فلوس وتقدر تقف على رجلك وعندك شغلك وتقدر تمثل، يا اما بلاش منه. الشغل بتاعنا ممثل بس، ولازم امثل لحد ما اجيب فلوس، لا لا، الموضوع صعب جدا جدا. ولما يتقال لك تعالى يا باشا مثلا في مسرحيه في المكان الفلاني، او هنسافر المكان الفلاني، او هنسافر الدوله الفلانيه، الله اعلم يعني انت مصيرك ايه في المسرح، او اذا كنت هتروح بقى مكاتب الكاستنج كل يومين ثلاثه تعمل لك كاستنج وتعمل وتسوي، كل ده بفلوس. اوعى تفتكر ان في حاجه هنا ببلاش. انت هتبدا تاخد فلوس لما تبدا تتعرف ونطلبك بالاسم، غير كده مش تاخد ربع جنيه. لان زيك زي اللي جنبك، احمد زي الحاج احمد، ما بتفرقش معاهم في حاجه. فالفلوس لازم يكون معاك فلوس، يا اما تكبر دماغك من الموضوع ده. تاني اهم حاجه بعد الفلوس على طول هي فكره العلاقات. انت لو ما عندكش علاقات هتتسوح. ازاي تعمل علاقات دي؟ على بناء على شخصيتك انت وعلى ذكائك انت الاجتماعي. يعني انت لازم لما تخش مع المخرج بتاعك مثلا، تعرف مثلا على المخرج اللي عندك في الجامعه وهتمثل تحت ايد الراجل ده، لازم الراجل ده تصاحبه، تكون عارفه، تقول له ايه مميزاتك، تقول له ايه عيوبك، او تقول له اكتشفني وقول لي رايك انت. لكن ما ينفعش تبقى ممثل متوحد، ما ينفعش تبقى ممثل منطوي والشغل بقى بتاع لا مكتئب ومش عارف ايه والكلام ده، وتروح بقى وفنان لا يا حماده، يعني انت فاهم دي شغلانه راحت ولا جت؟ عشان في عيال كده كنت بشوفها بيبقوا مكتئبين مش عارف ليه في المسرح يعني. لا خليك ذكي، خليك عندك نضوج اجتماعي، اقعد مع ده اقعد مع ده، تصاحب على ده، تصاحب على فنان مشهور، هتيجي معاك السكه. دي اهم حاجه بعد الفلوس يا باشا. لكن اصل انا مع نفسي وفي حالي لا خلاص، روح اشتغل بقى انت اي شغلانه تاني، خليك في حالك، لان دي شغلانه الاجتماعيه البحته. اما اخر حاجه حابب اكلمك فيها، لازم يكون عندك ذكاء اجتماعي
تكون مثقف بشكل جامد جدا. عايزك تقرا عن الديناصورات وانت عمرك ما هتمثل دور ديناصور. عايزك تقرا عن العربيات، السلاح، المعمار، المباني ازاي بيدهنوا. اتفرج على الصنايعي ازاي بيشتغل مثلا في الدهانات، والصنايعي الحداد بيشتغل وبيدق ازاي. طب والبتاع النضاره اللي بيجيبوها دي بتبقى ماركه معينه او بتبقى خامه معينه، ولا اي نضاره شمس تنفع عند الحداد. شوف الحلاق بيمسك الشعر ازاي، شوفه بيشتغل بالمكنه ايه، والمكنه دي مكنه التنعيم، والمكنه دي مكنه مش عارف ايه. فاهم الفكره؟ لازم يكون عندك ثقافه. لان انت مثلا ممكن يجي لك والله يا باشا احنا عايزينك المخرج الفلاني اختارك في دور سواق تاكسي. تيجي انت تقول له بس انا ما بعرفش اسوق، ريح يا حماد. فاهم الفكره؟ والله احنا عايزينك في دور بقى هتطلع منقذ في حمام سباحه مش عارف ايه، وفي مشهد انت هتنقذ فيه هند صبري، فانت تيجي تقول ما بعرفش اعوم. امم فلازم يكون عندك ثقافه وفاهم وعارف دي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي. كلمه ما بعرفش مش موجوده عند الممثل. تمام. وعندك يا باشا السوشيال ميديا كلها، اقعد بقى شوف، هات صنايع حداد اتفرج عليه، وهات نجار واتفرج عليه، وهات منقذ واتفرج عليه، وهات سواق، وهات واحد تاجر سلاح، وهات. اتفرج. الشغل بتاعنا ما اعرفش، او انا منطوي، او انا ماليش في الموضوع ده مش في التمثيل. الممثل بيفهم في كله وفهلاوي وكذاب، يعني ممكن يبقى مش فاهم في الموضوع بس يحسك لا انا فاهم، الدنيا تمام. فاهم الفكرة؟ فلو سنك صغير لا، عايزك ثقافة ثقافة ثقافة. قراءة طبعا كتب وكده، وغير كده كمان الثقافة الاجتماعية بقى. وبس كده، ده كان اول فيديو في كورس اعداد الممثل. اتمنى اكون فدتك باي معلومه. ما تنساش اللايك واكتب لي كومنت يكون فيه اي سؤال، انا هرد عليك طبعا. وبس كده، سلام.